يا أهلاً بيكم يا محبي أفلام والمسلسلات التركية في ملخص ثاني من مسلسل حلم أشرف. لكن قبل ما نبدأ، لو ما شفتوش الملخص الأول بتمنى تشوفوه وترجعوا لهذا، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. عمر بيندوا على أشرف وبيحضنه وبيشكره وبيعيط، وبيعرفوا إن مفيش أي حد اهتم بيه بالشكل ده أبداً، فبيتأثر أشرف، وبيعرفوا إن هو من اللحظة دي ما بقاش لوحده، وإن هو هيكون دايماً جنبه. وبنروح لنيسان اللي بتوصل البيت وبتلاقي عفراء بتتكلم مع حبيبها جمال، وبنعرف إن نيسان ما بتحبش جمال وبتشوف إنه بيستغل عفراء، فبتزعق لعفراء وبتطلب منها تبعد عنه ومتكلمش معاه تاني. بعدها نيسان بتاخد هدومها وتمشي، لكن عفراء بتكلم جمال وتركب عربيته وتمشي هي كمان. بالليل نيسان بتوصل الفندق مع زمايلها وبيجهزوا نفسهم علشان يطلعوا على المسرح. في نفس الوقت بيكون أشرف وصل الفندق وبيسلم على قدير وصاحبه عزت. بعد شوية بتبدأ نيسان تغني، وأول ما أشرف بيسمعها بينبهر بصوتها، وكمان كل اللي في الفرح بيعجبوا بيها. في نهاية الفقرة الغنائية وهي خلاص كانت ماشية، بيوقفها واحد من رجالة عزت وبيطلب منها تغني أغنية معينة. نيسان بتقول له إنها مش حافظاها ومش هتعرف تغنيها، لكن الراجل بيديها فلوس وبيقرب منها بطريقة مش محترمة، فبتضربه نيسان وبتجري. الراجل ورجالته بيجروا وراها، فبتخرج نيسان بره الفندق وتوقف عربية أشرف وتطلب منه يساعدها. أول ما بيشوف اللي بيحصل بينزل يتكلم مع رجالة عزت. نيسان بتقول له إنهم بيضغطوا عليها تغني أغنية هي أصلاً ما تعرفهاش، فبيحاول أشرف يحل الموضوع بهدوء ويطلب منهم يمشوا، لكن الراجل بيشتم أشرف في أهله. هنا أشرف بيتعصب هو وجود، وبيضربوا رجالة عزت بعنف. بعد شوية بيخرج عزت مع قدير، فبيوقف أشرف الضرب وبيقول لقدير إن واحد من رجالة عزت شتم أبوه، وبعدين بيمشي. عزت ما بيعجبوش اللي حصل وبيقول لقدير إن أشرف لازم يعتذر وإن هو هيتصرف بطريقته. في الوقت ده أشرف بيكون راكب عربيته مع جودال ونيسان بتشكره لأنه أنقذها من الرجالة دول، وبتكون لسه خايفة، بس أشرف بيطمنها. وفي نفس الوقت عفراء بتكون راحت مع جمال بيته، لكنه بيحاول يعتدي عليها، وهي بتقاوم بكل قوتها لحد ما بيقع من على السلم ودماغه بتتخبط وبينزف بشدة. في اللحظة دي أشرف بيوصل نيسان لبيتها وبيديها الكارت بتاعه، وبيقولها لو احتاجت أي حاجة تكلمه علشان ممكن رجالة عزت يحاولوا يضايقوها تاني. نيسان بتشكره وبتاخد الكارت وتدخل البيت، وفجأة بتلاقي نيسان إن عفراء بتتصل بيها وهي بتعيط وبتحكي لها اللي حصل، فبتخرج نيسان بسرعة من البيت وتركب تاكسي علشان تروح لأختها. في الوقت ده بنشوف إن شيدام كانت بتراقب نيسان وبتروح وراها. أول ما نيسان بتوصل بيت جمال بتلاقي أختها واقفة بره، فبتاخدها ويدخلوا البيت، وهناك بتتفاجئ لما تشوف جمال واقع على الأرض. بتحاول تتمالك أعصابها وتهدي أختها وبتقول لها ما تتكلميش مع حد عن اللي حصل، وبتاخدها ويمشوا بسرعة. لكن أول ما بيخرجوا من البيت شيدام بتنزل من عربيتها وبتدخل هي كمان، وبتتفاجئ لما تلاقي جمال مرمي على الأرض ولسه عايش، فبيطلب منها المساعدة. شيدام بتتصل بالنجدة وبتبلغ عن نيسان وأختها، وفعلا بيتم القبض عليهم ويتاخدوا على مركز الشرطة. أثناء التحقيق عفراء بتقول إن جمال حاول يتهجم عليها وإنها كانت بتدافع عن نفسها. في الوقت ده نيسان بتكون واقفة مع شيدام وبتحاول تشيل التهمة عن أختها، لكن شيدام بتقول لها إن ده مش هينفع. بعد كده بتعرض عليها صفقة إنها تشتغل لحسابها وتبلغها بكل أخبار أشرف، وفي المقابل هي هتفرج عن أختها وتحفظ القضية. وبتقول لها إن أشرف ده زعيم عصابة كبيرة وصاحب الفندق اللي كانت نيسان بتغني فيه. نيسان بتتخض لكنها بتوافق علشان تنقذ مستقبل أختها. شيدام بتطلب منها تروح الفندق وتحاول تشتغل هناك بأي طريقة علشان تبقى قريبة من أشرف وتقدر تعرف كل أخباره. تاني يوم قدير بيكون قاعد مع يعقوب وبيحكي له اللي حصل بين أشرف ورجالة عزت الليلة اللي فاتت، ولما أشرف بيجي يعقوب بيطلب منه يعتذر لعزت علشان شغل قدير ما يتعطلش، لكن أشرف بيرفض وبيقول له إنهم شتموه في أبوه وهم عارفين إنه يتيم. يعقوب بيتعصب وبيقول لقدير إن أشرف مش هيعتذر لحد وبيسيبهم ويمشي. بعد كده أشرف بيتكلم مع قدير وبيقول له إنه عارف إنه مستلف فلوس من عزت، وبيفهموا إن لو يعقوب عارف بالموضوع هتحصل مشكلة كبيرة، وبيقول له كمان إنه ممكن يسدد له الفلوس اللي مديون بيها. قدير بيرد على أشرف بطريقة وحشة وبيرفض مساعدته، وبعدها بيروح لعزت وبيقولوا إن أشرف مش ناوي يعتذر له. عزت بيتعصب جدا وبيبان عليه إنه ناوي يخلص من أشرف تماما. في الوقت ده نيسان بتكون خارجة من البيت ورايحة الفندق، وبيجي لها تليفون من زميلها اللي بيقولها إن في منتج شاف فيديو ليها على الانترنت وعايز يمضي معاها عقد شغل. نيسان بتتخض لكنها بترفض وبتقفل المكالمة وهي منهارة لأنها كانت بتحلم بالفرصة دي طول عمرها، لكنها بتضحي بيها علشان أختها. بعدها بتوصل نيسان للفندق وبتطلب من أرماك إنها تشتغل مغنية هناك، وبتفضل تترجاها وتقولها إنها وأختها أيتام وإنها محتاجة الشغل علشان تصرف على أختها. أرماك بتتعاطف معاها وبتوافق تشغلها، ولما نيسان بتخرج من الفندق بتقابل أشرف بالصدفة وبتقول له إنها هتشتغل في الفندق بشكل
دائم. أثناء كلامهم بتسأله لو هو فعلا زعيم عصابة، خصوصا بعد اللي حصل الليلة اللي فاتت. أشرف بذكاء بيأكد كلامها، فبتسأله نيسان بخوف لو هو قتل حد من رجالة عزت، لكنه بيرد بهدوء ويقولها إنه ما بيقتلش غير الخونة بس. نيسان بتتوتر وبتخاف منه وبتقوله إنها عايزة تمشي، لكنه بيرفض يسيبها لوحدها وبيصر يوصلها بنفسه. وهم في الطريق بيطلع عليهم رجالة عزت وبيبدأوا يطاردوهم. أشرف بيحاول يهرب منهم وبيوصل لمكان بعيد، وهناك بيخلي نيسان تنزل من العربية وتهرب، وبيبدأ اشتباك نار مع رجالة عزت. أشرف بيتصاب برصاصة، وفي اللحظة دي بيبدأ يفتكر أول مرة ارتكب فيها جريمة. بنرجع للماضي وبنشوف إن أشرف وقتها كان قرر يعترف بحبه لنيسان، لكنه عارف إن أهلها ماتوا وإنها عايشة في مزرعة مع راجل غريب بيعاملها بطريقة وحشة جدا، فبيروح يهجم عليه وبيخلص عليه. في الوقت الحالي الرجالة اللي كانوا بيطاردوا أشرف مشيوا من المكان، وساعتها نيسان بترجع له، ولما بتشوفه مصاب بتتصدم وبتخاف جدا ومش عارفة تعمل إيه. بتحاول تتمالك أعصابها وبتقول له إنها لازم تاخده المستشفى، لكنه بيرفض وبيقولها تركب العربية. نيسان بتركب العربية وهي مرعوبة، وبتفضل تسأله مين الناس دول وعايزين منه إيه، لكنه ما بيردش، وبيسألها عن تليفونه. بتقول له إنها مش لاقياه وأكيد وقع، وبتقول له إنها معاها رقم أرماك، فبتحاول تتصل بيها لكن أرماك ما بتردش. بعدها أشرف بيوقف العربية وهو تعبان جدا ومش قادر يسوق، فبيطلب من نيسان إنها تنزل تسوق مكانه، وبيقولها على عنوان توديه عليه. نيسان بتنزل تساعده علشان يتحرك وتركبه في الكرسي اللي جنبه، وساعتها أشرف بيكون شبه فاقد الوعي. لما نيسان بتقرب منه بيحس إنها البنت اللي كان بيدور عليها طول حياته، وبيندو عليها باسم رؤية، الاسم اللي كان سماها بي لما كانوا أطفال، لأنه وقتها ما كانش يعرف اسمها الحقيقي. نيسان ما بتفهمش قصده، لكنها ما بتركزش في الموضوع وبتسوق بسرعة لحد ما توصل للمكان اللي قالها عليه. أول ما بتوصل بتخبط على الباب وبيفتح لها واحد اسمه نديم، بياخد أشرف جوه المكان، ونيسان بتبقى متوترة جدا وبتسأله لو أشرف هيعيش، لكن نديم ما بيردش وبيطلب منها تساعده وتقص هدوم أشرف. فعلا بتساعده، لكن لما بتشوف حالته ما بتقدرش تستحمل، فبتسيبه وتدخل الحمام. وهي في الحمام أرماك بتكلمها وبتعتذر إنها ما ردتش لأنها كانت في اجتماع، فبتقول لها نيسان إن أشرف اتصاب وإن نديم بيعالجه. أرماك بتتخض وبتروح فورا لفاروق ومسلم وجدال وبتقولهم إن أشرف اتصاب، فكلهم بيتحركوا بسرعة علشان يطمنوا عليه. وفي نفس الوقت نيسان لسه في الحمام وبتكلمها شيدام وبتسألها إذا كانت اشتغلت في الفندق ولا لا. شيدام بتتفاجئ لما نيسان بتحكي لها عن اللي حصل لأشرف وبتكون منهارة، وبتقولها إنها كانت هتموت النهاردة، وبتقفل المكالمة. بعدها الباب بيخبط وبتفتح نيسان، فتلاقي قدامها جدال وأرماك وفاروق ومسلم. أول ما بيدخلوا جدال بيكون متعصب جدا وبيزعق لنيسان وبيسألها مين اللي عمل كده في أشرف. نيسان بتقوله إنها ما شافتش وشها وبتكون خايفة ومتوترة، فبتدخل أرماك وتهدي الموقف وتبعدها عنه. فاروق بيطلب من جدال يهدى، وبعدها نيسان بترجع بيتها. عفراء بتتخض لما بتشوف أختها في الحالة دي، ونيسان بتعيط وبتحكي لها إن صاحب الشغل بتاعها اتصاب وإنه طلع راجل عصابات وإن في ناس بتطارده. عفراء بتقترح عليها تسيب الشغل، لكن نيسان بتتعصب وبتقولها إنها ما تقدرش تعمل كده، وبتعترف لها إنها بتشتغل جاسوسة لحساب الشرطة علشان تساعدهم يقبضوا على أفراد العصابة، في مقابل إنها تخرج من القضية وما تدخلش السجن. عفراء بتتصدم جدا من اللي بتسمعه، وبعدها نيسان بتنزل تقابل شيدام قدام البيت وبتحكي لها كل اللي حصل بالتفصيل، وبتقولها إن أرماك كلمتها وقالت إن حالة أشرف اتحسنت. ساعتها نيسان بتطلب من شيدام تخرجها من الموضوع لأنها خايفة جدا، لكن شيدام بتحاول تهديها، ومع ذلك نيسان بتفضل مصممة، فشيدام بتهددها إنها لو ما كملتش هتفتح قضية أختها من تاني وتدخلها السجن. نيسان بتعيط وبتسيبها وتنزل من العربية، وفي نفس الوقت بيكون جدال وفاروق قلقانين على أشرف. نديم بيخرج وبيقول لهم إنه قدر يطلع الرصاصة وإن حالة أشرف مستقرة، بيطمنهم إنه بقى كويس. وساعتها بيوصل إدير، وبعد ما بيطمن بيسألهم مين اللي عمل كده. بيبان إنه بيسأل علشان يعرف إذا كانوا شاكين في عزت ولا لا، وبيتكشف إن إدير كان عارف من الأول إن عزت ناوي يعمل كده. جدال بيتعصب وبيقول له صراحة إن عزت هو اللي عمل كده وإنه لازم يقتله علشان ينتقم لأشرف، لكن أدير بيزعق له وبيقول له إنه مفيش دليل على الكلام ده وإن محدش يتحرك إلا لما يعقوب يقرر. جدال بيرد عليه بسخرية وبيقوله إنه نسي إن عزت صاحبه. ما تنساش دوس لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل ملخصات أفلام أول بأول.